والسلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ فتافيت فادية من جديد. واليوم نبي نديرلكم الصفيحة أو اللحم بعجين، أو لها أسماء واجدة بس هي اسمها رئيسي صفيحة، أو في ناس ينادوا فيها لحم بعجين السورية. طبعا هنديرلكم كل بكل حيثياتها الناجحة. أنا حطيت كيلو دقيق، حطيت عليه كشيك صغير بيكنج باودر وشوية ملح فقط، وهنعجنها بمية. طبعا هذه أول خطوة لازم تديروها عشان العجينة تاخد وقت عشان تريح. فنبو أول خطوة نديروها هي العجينة. عجناها، العجينة تكون يابسة شوية شادة، ما تبيش عجينة تكون رطبة لأنك ما زلتي بتحطي عليها اللحم، فاللحم هيخليها رطبة، فالعجينة لازم تكون يابسة. تكرسيها وتحطيها جنب. نجو هنا المقادير. نبي تقريبا كيلو طماطم يكون طري، نبو ربطة إلا شوية معدنوس، نبو بصلتين صغار، نبو 5 سنون ثوم، و 3 ل4 أوراق نعناع، وكشفتين دبس فليفلة. طبعا الدبس الفليفلة تو نقولكم شنو هو. نبي فلفل خضر، نبي فلفل أحمر وملح وفلفل أسود بس. بالنسبة لدبس الفليفلة هو يعني الفلفل المعجون. نبو نص كيلو أو كيلو حسب ما انتي تبي لحم، بس أنا هنا حطيت كيلو إلا ربع لحم. هنا هنقطعوا الطماطم، والطماطم تكون حمرا ورطبة، ما تكونش طماطم. في ناس يديروا فيها في المفرمة، بس هذه أسهل. ست البيت أسهل بالنسبة لي أنا في الشغل. هنقطع الطماطم نحطها، هنحط طبعا من كل الأنواع الخضرة اللي قدامي: البصل، الثوم، الكزبرة، المعدنوس. طبعا مش كزبرة معدنوس، لخبطت. باهي، هنحط معدنوس، فهنحط من كل الأنواع، ونحطوا الملح والفلفل الأحمر السوري. طبعا الفلفل هذا أحمر سوري جاف، ما عندكش فلفل أحمر سوري ممكن تحطي فلفل أحمر بتاعنا البابريكا. بس بالنسبة لدبس الفليفلة المعجون، هذا تلقوه في كل المحلات، متوفر في ليبيا، برا ليبيا، في أي مكان متوفر، فننصحكم به، هو هيعطيه طعمه روعة. حطيت نص الحاجة. طبعا الماكينة ما خلطتش كل الحاجة، إن كيلو طماطم واجد مش هتاخدها. فهنخلطها كويس كويس كويس، ونجو نحطها في الصحن، ونخلطوا باقي الحاجة أخرى ونحطها في الصحن زي ما قلت لكم: المعدنوس مع أوراق النعناع مع الثوم مع البصل مع الفلفل الأخضر. وكان تبوها حار هذا حطوا فلفل حمر، حطوا شطة، حرحروها يعني عادي، ما عندكمش أي مشكلة. اللي يحب حار هني. أنا خلطت كل المواد مع بعضهن. بعد هننزلهن كلهن، طبعا مش هنخلي ولا حاجة. هنحط اللحم. طبعا أنا تقريبا كيلو إلا ربع اللحم هذا بالنسبة لي أنا، مع الكيلو مع كيلو الطماطم. هتخلطيها كويس 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 كويس، وتذوقي الملح بتاعك. طبعا تعدلي، ضروري تعدلي الملح بتاعك. وبعدها هنجيب صفاية. ضروري الخطوة هذه إنك تصفي المية اللي تطلع من الحشوة هذه، لأن بعدين مش هتعرفي تشتغلي لحم بعجين إذا ما درتيش اللقطة هذه. هنحطوها هو شنو 5 دقايق تقريبا، يعني مش حاجة. هينزل كل ميتها، هنوريها لكم بعد شوية كيف تنزل. هنجيبوا دقيق، طبعا ديما كثري الدقيق تحت، ونفردوا العجينة. طبعا الحجم اللي تبي ديريه، ما عندكش مشكلة في الحجم العجينة، بس أنا نحب ندير الحجم المتوسط. هنفردها رقيقة جدا جدا، ما خليتش فيها. هو ليش اسمها صفيحة؟ لأنها رقيقة. شوفوا المية اللي صفت، هاي وريتها لكم كيف الصفر. ناخذ اللحم ونفرد فيه طشة طشة، مش تحطوا كمية كبيرة، لا 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 لا، هي طشة لحم وتقعدوا تفردوا فيها طشة طشة حتى هي تقعد طبقة رقيقة كيف طبقة العجينة بالضبط. والعجينة لازم تكون يابسة. نرد ونقول العجينة كيف عجينة شنو يا ربي، المقطع، تقريبا كيف عجينة المقطع. وبعد تقرصيها وتريحيها تفرد معاكي بسرعة بالطريقة دي. وأهم حاجة وانتي تفردي في اللحم تكوني حاطة دقيق كويس تحت العجينة عشان ما تلصقش العجينة لوطة، ما عادش تعرفي تشيليها. انتوا هتشوفوني وانا توا نحط فيها في الكوشة كيف شيلتها هيك قلبتها، فما تطيح، ما يطيحش اللحم منها. يعني تقلبيها بالطريقة هذه على يدك ما يطيحش اللحم منها. وننصح أول ما تحطوا اللحم على طول حطوا في الكوشة. أنا حاطة على الكوشة على الصاج على طول. طبعا ممكن تديروا في طاجين البيتزا، ممكن تديروه في طاجين الفطاير هذا اللي طالع جديد، ممكن تديروها على طاجين تيفال على النار وتغطوه من فوق. نفس الطريقة كلها تعطي نفس النتيجة
بس في الكوشة أسرع. في الكوشة ما تاخدش وقت، يعني دوبك تحطيها على طول اللحم يطيب، ما تخافيش منه. وهذه لما تطلع مقرمشة، تبيها رطبة تحطيهن كل اللي يطلع تحطين فوق بعضهم، بعد شوية تقعد رطبة، تقعد كيف السندويشات تلفيهن لف. فهذه بعد ما طلعت وسهلة جدًا وطعمتها روعة جدًا، جدًا، جدًا. نحن نقولوا هنا صفيحة بالخضرة، في صفيحة بدبس رمان وفي صفيحة بالخضرة، بس هذه صفيحة بالخضرة، وجربوها مش هتندموا، روعة جدًا وللسحور في رمضان بجد حاجة حلوة. وعلى فكرة ممكن تتفرز في الفريز إذا عندك رحلة طالعة حاجة، وتديريها وتاكليها وقت ما تبي تسخنيها في الميكروويف وتاكليها وقت ما تبي، وصحة على قلبك. طويلة بس المهم تغلفيها كويس. وملاحظة مهمة جدا جدا إن العجينة تكون يابسة. والملاحظة الثانية تحطي شوية البيكنج باودر. والملاحظة الثالثة إن تصفيها من المية. وأنا بالنسبة لي أنا في رحلاتي في طلعاتي في أي طلعة برا نحس فيها إنها خفيفة وظريفة، إنك تحطيها في الفريز بعد تبيها تطلعيها وتسخنيها وتاكليها روعة بجد. يعني جربوها ومش هتندموا. أي حاجة اسألوني في التعليق وحاضر من عيوني أرد عليكم.